السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو everybody. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كورس الفاونديشن كورس في الانجليش. الكورس ده يا جماعة شغال اولى تانية تالتة ثانوي، فان شاء الله ده هيبدأ معاك من ان احنا هناخد اساسات تنفع لكل المرحلة الثانوية. طبعا معاكم اخوكم مستر احمد ثابت، مدرس اللغة الانجليزية للثانوية العامة. هنتكلم في الكورس ده عن ايه؟ هنتكلم في اهم حاجة تعالج لنا نقط كتيرة، وهنبدأ من ازاي نتعرف على الانجليش، ايه هو الانجليش، ازاي اتعلم الانجليش، والمهارات الاربعه والكلام ده كله. فان شاء الله نسمي الله ونتوكل على الله. هنبدا طبعا معانا هنا الفاونديشن كورس سكيلز، مهارات التاسيس معانا. طبعا عندنا في حاجه اسمها عده الشغل اللي احنا هنشتغل بيها اصلا. اول حاجه علشان تبقى طالب ثانويه ذكي جدا ومسيطر جدا، لازم يبقى معاك عده الشغل، ولازم you must be a little researcher. لازم تبقى باحث صغير على قدك، بس لازم تبقى باحث. فمن منطلق ان انت تبقى باحث صغير وامور كده في الانجليش، ويبقى لازمك عده الشغل. ايه عده الشغل؟ هي لما اشتغل على حاجه وفي معاني واقفه قدامي ولا حاجه، طبعا بنتكلم على الوردز، الكلمات والمعاني. فطبعا هتحتاج قاموسين. طبعا في قاموس للناس العاديه، والقاموس ده طبعا عندنا مثلا جوجل ترانسليشن فيه شويه اخطاء كده في الترجمه، ساعات الحرفيه، البرونسيشن، النطق بتاعك، الحاجات دي كلها. فاحنا جايبين لك قاموسين يعني موثوق فيهم جدا، والنطق بتاعهم جميل جدا. اول قاموس هتشوف شكله كده وهتحمله ان شاء الله، وده اوف لاين، يعني مش بيحتاج نت، عشان ما تبعتش بقى تفتح النت اشوف القاموس، يرن محمود يبعت علي على الواتس اتلخم اعمل حاجه وانا بذاكر، وده احنا مش عايزين نضيع وقت حضرتك. فاحنا هنتكلم على الانجليش عربيك ديكشنري، وده شغال اند فايس فيرسا، والعكس، ده انجليش عربيك وعربيك انجليش واوف لاين وبنبحث فيه. ده انجليش يا جماعه ديكشنري، وده قاموس انجليش، وده للناس اللي هي الصراحه مستواها هاي شويه، فمتعب شويه في الاول، بس يديك ثقه في نفسك وتتعلم ازاي اعرف كلمه بالانجليش. يبقى ده انجليش فقط. وطبعا النطق بتاعه البرونسيشن والحاجات دي موثوق فيها 100%، لان احنا مجربين. طبعا ده نظام الشغل معانا والسيستم اللي انت هتمشي بيه. طبعا احنا هنعمل الكورس ده للناس اللي هم جايبين معانا متاخرين، او الناس اللي حابه تبدا تعرف الانجليش من الاول خالص جدا، علشان ما يبقاش فات الناس اي حاجه. طبعا لو هنتكلم عن الانجليش من اول حاجه، لو قلنا an introduction to the English language، مقدمه كده للغه الانجليزيه، ونقول عشان اتعلم اي لغه لازم يبقى عندي 4 skills. يعني ايه 4 skills يا مستر؟ 4 مهارات. فبيقول لي there are 4 skills to master English. مستر انا سمعت ماستر قبل كده، ينفع ليها كذا معنى. طب يا مستر لما ينفع ليها كذا معنى، طب احنا عايزين نعرف بقى المعنى هنا. طبعا لو انت حضرتك مركز، انا ما بفهمش او ما بقولش معنى الكلمه، لان طبيعه الانجليش ان الكلمه بيبقى فيها اكتر من استخدام، اكتر من معنى. كلمه ماستر تنفع سيدي عادي مفيش مشكله، لكن هنا جاي قبلها to، وبالتالي to بيجي بعدها الفعل في الانفينيتيف المصدر. وبالتالي يا مستر لما ده يبقى انفينيتيف، يبقى احنا عن الله، يبقى ماستر هنا مش noun، لا ماستر هنا it's a verb، يعني فعل. يبقى هنا there are 4 skills to master English. يعني ايه ماستر هنا؟ to be very good او to be perfect. يعني ايه مستر perfect؟ معناها ان انا ابقى ممتاز. فين يا مستر؟ في الانجليش. عندنا ال4 مهارات في الانجليش اللي هم نكتبهم. يلا قول معايا انت. يلا اول حاجه اسمها مثلا listening، صح يا مستر. بعد كده عندي حاجه اسمها writing. يعني ايه يا مستر writing؟ يعني الكتابه. وتالت حاجه اسمها reading. وبعد كده عندي حاجه كمان اسمها ايه؟ listening، قلناها. يبقى عندي speaking. الله مستر احنا ال4 مهارات دول عايزين منهم ايه او نستخدمهم ازاي؟ طبعا انا لازم اقول لك لازم ترتب. انا لازم اتعلم المهاره، كل مهاره بالترتيب، يعني مش هينفع اخدهم كلهم مره واحده. طب يا مستر يلا رتب كده. لو قلنا قول يا احمد اول واحد هيرتب المهارات دي، هترتبها ازاي؟ يلا كده قول. نمبر 1 هتقول لي ايه؟ احنا بدأنا يا مستر نتعلم امتى الانجليش، فين، ازاي؟ ايوه بدأنا بالرايتنج. يلا صح. طب رايتنج، طب يلا احمد هيقول نمبر 1 رايتنج. وبالتالي بعد كده جربت ان انا اسمع 2 listening. وبعد كده قلت speaking reading ولا speaking. طب نقول speaking 3، reading 3، نمبر 4، وspeaking نمبر 4. الله. طب يا مستر
طب يلا يا منى اتفضلي. منى هتقول نرتب. طبعا حضرتك منى هتقول لي لا يا مستر انا عايز ابدا بالليسننج. الله. طب انا اقول لك الله. طب listening بعدها في ايه؟ منى هتقول لي انا فاكره المفروض ان انا to speaking. يا منى هتقول لي لا يا مستر كمان. طب الريدنج ولا الرايتنج؟ قول انت يلا. طبعا انت هتقول لي الرايتنج 3 مثلا، وبعد كده نمبر 4 الريدنج، ولا الله. طب ايه الحكايه؟ طبعا عشان نرتب صح انا هكتب لك على الشمال هنا، وهنشوف منى ولا احمد اللي صح. نمبر 1 طبعا، وهقول لك انت ممكن تحل من قبل ما تعرف. هنشبهها بدورة حياة البيبي من اول ما ينزل، وبيقولوا العلماء ان البيبي في اخر شهر ولا حاجة، مش عارفها الصراحة، مش متأكد من المعلومة 100%، ان هو في الاحياء الطالب بيبدأ او البيبي بيبدأ يسمع اخر شهر كده وهو في بطن مامته، او يتعرف على اصوات الى حد ما. طبعا لو قستها بدورة حياة البيبي اول ما يتولد بيعمل ايه؟ طبعا بينزل يعيط ويقرفنا ويقعد يصوت طول الليل والنهار، وينام ما ينامش البيت كله، وياكل ويشرب وينام ويعيط. الله. طب بيعمل ايه يا مستر؟ كل ده بياكل ويشرب وينام ويعيط بس؟ قال لي لا، هو قاعد اصلا بيسمع. بس هو بيبدا البيبي بعد ما يبدا يسمع يبدا الكلام، يبدا يقول بابا ماما نانا، صح كده؟ يبقى انا عندي كده يا نهار ابيض، يبقى هو قاعد حوالي سنة ولا سنة ونص يسمع. يبقى رقم 1 عندنا listening. يا نهار ابيض. نمبر 2 هتبقى يبدأ يقول بابا ماما كلام مش مفهوم، يبقى speaking. وبعد كده هيبدأ المفروض يكتب ولا يقرأ؟ طبعا نمبر 3 المفروض reading. واخر حاجة نمبر 4. يا نهار ابيض يا مستر، ده احنا كده اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا خالص، يعني الدنيا معانا تمام. هقول لك انا تمام. طبعا انت حضرتك، طب احنا عندنا بقى لو اتكلمنا على الايجيبشن ليج في مين يا مستر؟ في التعليم المصري عندنا. مش ذنبك، ده ممكن يبقى عيب منهج، ممكن يبقى حاجه. طبعا انت لو انت مش عارف ان انت المفروض ما تمسكش القلم اصلا، ما تمسكش القلم خالص لحد حوالي ثانيه ثالثه ابتدائي. يا نهار ابيض، امال اروح اعمل ايه؟ انا بتكلم على الانجليش. قال لي المفروض تروح المدرسه حضرتك تسمع، وبعد كده تبدا تتكلم ان انجلش، وبعد كده تفكر تقرا، وفي الاخر تبدا رايتنج. طب احنا عندنا في مصر اول ما الولد يبدا يكبر ويخبط في البيت ويتحرك ويحبي يمين وشمال، مامته تقول له امسك يا حماده، امسك ايه يا اما القلم، اعمل ايه يا اما اكتب يا واد. الله الله الله. يبقى عندنا في مصر اول حاجه، يا ما خدت على قفاك وانت لسه في الكيجي عشان ما عملتش الواجب، ما كتبتش، ما كررتش 100,000 مره. يا نهار ابيض. يبقى هو بدا يعمل ايه؟ بدأ يكتب أول حاجة. يا نهار أبيض. طب يلا، يبقى أول حاجة في الإيجيبشن عندنا نمبر 1، خد يا واد اكتب. يكتب إيه يا أمه؟ يكتب إيه يا مدام؟ اكتب إيه؟ صح، اكتب بي. يا دي البي دي اسمها بي خفيفة، التانية اسمها بي تقيلة، بي أم فيونكة والكلام. يا نهار أبيض. الله الله. اكتب يا واد، اكتب إف يا نهار أبيض. اكتب اتش ده هشام ابن خالتك مش اتش خالص. اكتب يا واد، انا عارفاها، اكتب جي ودي اسمها جي. طب اكتب يد مفتاح، اكتب كي، واصلا ده مش اسمه حرف الكي لان كي يعني مفتاح، انما ده اسمه حرف الكي. يا نهار ابيض. اكتب يد دبليو، مش عارف اكتب لي زت. يا نهار ابيض يا جدعان، ايه ده مستر دي اسمها ايه؟ دي اسمها اتش؟ لا مش اسمها اتش، اسمها اتش. يا نهار ابيض. دي اسمها اف؟ لا اف دي ما المحشي يتحرق. انما دي اسمها اف، دي اسمها يا نهار ابيض، ده اسمه حرف ال. وازود قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. يا نهار ابيض. يبقى احنا اتعلمنا اصلا غلط وبدانا بمين؟ بالرايتنج. طب يلا تعال نكمل الترتيب المصري. اول حاجه رايتنج، تاني حاجه مفيش حاجه. ايه ده يا مستر؟ والله ما في حاجه، احنا على باب الله اهو. انت اهو ايه ده؟ احنا نصدق فعلا. قريت كام كتاب في الاجازه؟ قريت كام كتاب ان انجلش؟ ده انت ما قريتش حتى عربي اصلا. يا نهار ابيض. ايه ده احنا ما فيش ريدنج. لو وقفت طالب في الفصل قلت له يلا اتفضل اقرا لي كده، يا مستر ليه الاحراج ده بس؟ تحرجني قدام زمايلي ليه يا باشا؟ اقرا. ما عندكش قواعد البنكتويشن. يا نهار ابيض. ايه ده؟ معقوله جدا. طب عندنا listening يقول لك شيز، يلا
she's good يعني الجبنه حلوه. يا نهار ابيض، ولا شيز ولا حاجه، دي she's good. ده بيقول مثلا دي بنت جيده. يا نهار ابيض. I have got a car. طبعا انت ممكن تفهمها، بس ايه I have دي يا مستر؟ ايه النطق ده؟ طبعا فاحنا عندنا الدنيا في الليسننج بايظه. طب تعالى اتكلم، انت بقالك 10 سنين بتاخد انجلش، تعالى اتكلم كده، يلا اتكلمني 10 دقايق ورا بعض. هتقعد تتهته وتقول اصل فصل مين ليه. يا نهار ابيض. يبقى احنا عندنا الفور سكيلز احنا متدمرين فيهم. وعلى فكره مش ذنبك انت لوحدك، ذنب المنهج اللي انت بتاخده، ذنب ان انت ما بتعملكش اكسرسايزز. المفروض اصلا بتقعد كل واحد ليه كده هيدفون بيسمع وبتسمع وبتجاوب. انما عندنا في المنهج المصري طبعا احنا ما عندناش الاثنين دول، listening والسبيكنج خالص. لان احنا اصلا في اي بلد تانية المفروض حتى في ثالثه ثانوي بيبقى عنده امتحان listening وسبيكنج اصلا، فما فيش يا باشا. فاحنا عندنا الاثنين دول مع الريدنج الى حد ما متدمرين، وعشان كده احنا هنشتغل عليهم ان شاء الله. يبقى احنا عرفنا اصل الحكايه، وخد اكتب يا واد، ودمرنا الدنيا شويه بحيث ان احنا طبعا بصوره يعني ايه ان احنا عندنا عايزين نساعد. تمام يا مستر. طب لو سالتك سؤال بقى، بما اننا اتكلمنا في الحروف، انا هتكلم من الاول خالص. لو قلنا there are 26 letters in the English language، وخلي بالك معلومه مهمه، لما اقول English بس ما اقولش ذا معاها، هقول طب لو قلت language هقول the English language، the Arabic language. طبعا عندنا الذا بتتنطق ذي لو بعدها vowel، the English، the others، وهكذا. طب عندنا كم حرف؟ عندنا 26 letters. لو اتكلمنا عن ال 26 حرف وقعدنا ننطقهم، انت الكتابه عندك خطيره قوي، وانت كمان مش واخد بالك من الكتابه الى حد كبير. لان لو سالتك سؤال محرج خالص واقول لك بقول لك ايه في كم حرف، لا مش في كم حرف، انت عندك تعرف كم حرف بينزل على السطر؟ طب يا مستر معظم الناس عندهم حروف اخطاء في حروف، فده اسمه حرف ال A مش A، فخلي بالك. وده اسمه حرف، ناخدها من الاول، يلا قول معايا. B صح، C ماشي، D اوكي، E اوكي، ده اسمه F. وده مش E تقيله وده B خفيفه والكلام ده يا جماعه، مش A تقيله و A خفيفه خالص. F بعد كده G بعد كده H I ده اسمه ايه يا مستر؟ J. اسمه ايه يا مستر؟ J. لا اسمه J. فانا بخبط ده في مع الج فبقول J. ايه ده يا مستر؟ طبعا حضرتك لو انت عندك فرح فهتقول احنا جبنا الراجل بتاع مين؟ بتاع الدي جي. طبعا دي مصيبه اسمه الراجل بتاع الدي جي مش الدي جي. انا رابط اخويا في كي جي 2 اخويا في كي جي 2. انا راسع ده اسمها كي جي يا سيدي، كي جي 2 مش كي جي يا باشا. انا هروح الراجل بتاع الدي جي في الفرع اقول له يا عم انت الراجل بتاع الدي جي، يقول لي انت تعليم ايه يا ابني؟ مين اللي علمك انجليزي؟ طبعا دي مصيبه ان انا بتكسف انطق صح قدام الناس، ودي مش هتحلها الا لما انت تنطق صح. ماليش دعوه بالناس، انا ليا في الصح. يبقى ده اسمه يا مستر اتش، حتى بربطه مع الاي فاقول اي اتش، اتش اي جي واختها كي ودي ال، فلما اقول ده اسمه ال. بعد كده ده اسمه ام مش ام، بعد كده ان او بي، ده اسمه ايه؟ بي. انما ده اسمه بي. وزي ما احمد مكي قال مش عارف كان اسمها احلام ولا اسمها ايه في الفيلم بتاع اتش دبور، انا قلت لك اتش وبتقول برضه تقول لي اتش دبور، حتى هم بيقولوا اتش دبور يا عم اسمه اتش. فالفيلم ده بيقول لها ايه؟ دخل عليها لقى بيتكلم انجلش، بيقول لها في فرق ما بين البي والبي زي الفرق ما بين التي والاس. اي حد يسمع حرف التي، اي حد في الوجود، هل هيلخبطوا انه يسمع تي واس؟ اطلاقا، دي مصيبه. يبقى التي رحت كاتب تي، الاس كتبت لي اس، لم زي ما انا بقول لك زي البي وزي البي. وما تقوليش لو سمحت بي فور بوك يا عم، قول لي بي، ما تقوليش بي فور بن. لا انت بتقولها ايه؟ بي فور بن. احنا عملنا ايه؟ احنا ما عملناش حاجه، دي اسمها بي فور بن ودي اسمها بي. وما تقوليش بي فور بن بقى، بس احنا بنسهل شويه طبعا، ده فيونكه والكلام ده. انا افتكر ان احنا في سنه اولى كليه طبعا طالعين بالانجلش بتاع الثانويه بتاعنا، دخلنا على الدكتوره الله يرحمها الدكتوره صفاء، يعني ما استحملتناش. دخلنا لها اول محاضره بتقول لنا تدينا الفوناتكس علم الصوتيات، بتقول لنا يلا دي اسمها ايه؟ قلنا لها بي خفيفه. ليه حضرتك وزنتها؟ ودي اسمها ايه؟ يلا معايا، ايوه دي اسمها بي تقيله. يا نهار اسوح،
طبعا هزقتنا وشتمتنا، قالت لنا كلمه مش كويسه. هي مش كويسه، قالت لنا لا في بي خفيفه، لا في خيبه خفيفه وفي خيبه تقيله. انما ما تقوليش بي خفيفه وبي تقيله، لا. فدي بي. بعد كده عندي كلمه اسمها صوت اسمه او حرف اسمه كيو. يلا معايا ار، ودي اس، ودي تي، ودي يو، ودي في دبليو. طبعا هتقول لي دبليو يا سيدي اكتب دبل ويو عشان تعرف تنطقهم مع بعض، يبقى اسمها دبليو. بعد كده دبليو واكس وواي اند زي. وزي دي امريكان، اما بالبريتش اسمها زد. طبعا زد مش نادي زد، ماشي يا جماعه، مش اسمه نادي زد، اسمه نادي زد. طبعا احنا ودي مش اسمها زد، لا الاخر ساوند اسمها زد. طبعا لو قلنا حاجه في الحروف، فانت حضرتك بقى بص على الديفوهات اللي عندك وتعلم، لان انت مش هتعرف تسمع بعد كده. وده على فكره احنا المنهج زي ما قلنا ما بيخدمش السبيكنج قوي، بس انت لازم تشتغل على نفسك. اي فيديو انت تعمل سكرول على الفيس، اول ما تشوف انجلش اهرب يا باشا. طب اسمع، طب حاول تسمع حاجه. وطبعا بدايه السمع بتاعك ان انت لازم في الاول تلاقي مشكله في السمع، ومش هسمع الفيلم اللي انت بتتفرج عليه وانت بتتغدى على ام بي سي 2 ولا حاجه ولا ميكس، هنعمل اعلان اهو. حضرتك بتقرا ايه؟ العربي. لو فيلم ما فيهوش ترجمه بتطير، لا ده فيلم وحش قوي يا سيدي، عرفت منين؟ ما فيهوش ترجمه. وما بتسمعش خالص، انت سادد ودنك. وده للاسف انا بقول لك كده عشان تفتح ودنك لو هتتفرج على حاجه وفيها ترجمه عربي. العربي لو مركز قوي بينزل قبل ما اللي بيتكلم ينطق بحاجات بسيطه. اقرا العربي وفتح ودانك، حاول تسمع بيقول ايه. فانا بقول لك اعسم هتلاقي تحت مثلا رائع، يبقى انت عرفت كلمه وانت قاعد بتاكل. يعني ما ضرتش نفسك في حاجه، ما ضيعتش وقت حتى، بل بالعكس انت قاعد بتتفرج. فانت اللي بتتفرج عليه القطو، هاته وخلاص. وده هينفعك جدا في الموضوع. فاحنا ده بالنسبه للنطق والحاجات دي. وده على فكره ده المنهج بتاعنا لا يخدم ذاك الى حد ما، المنهج النيو هالو. الا اذا اشتغلنا معاك بقى مع الوقت. احنا بنشتغل طبعا في الوحدات والحاجات دي على نطق كتير جدا، وبنحاول نديك على قد ما نقدر في موضوع النطق. فعندك مشكله في الحروف اديك عرفتها وتعلمتها. لو قلنا مثلا every letter، كل حرف عندنا has a sound، يعني كل حرف ليه صوت. or more، وكمان ممكن يبقى فيه اكتر. فعندنا يا مستر حرف الاي اسمه A، اسمه حرف الاي، انما صوته يا اما A يا اما A. زي ما اقول مثلا cat فنطقته هنا A، زي act يتصرف او يعمل رد فعل، يبقى هنا يا مستر صح. فهنا يا مستر البي صوته ب، السي صوته قال لي ينفع هنا ليه صوت الس، وطالما حطيتها ما بين تو سلاش كده يبقى ده الصوت بتاعها. ويا اما ك، يبقى هنا ك يا اما س. طبعا لما اقول مثلا كات ولما اقول مثلا سينما، فطب بنعرف منين ان هو بيتنطق س؟ لو جه بعديه 3 حروف، انت عارف المعلومه دي المفروض اصلا بيجي بعديه حروف اللي هي زي الاي او الاي او الواي، فاقول سينما، سايكل، سنتيمتر، وهكذا. طيب يا مستر، وهكذا الدي صوته د، والاي صوته وخلي بالك والاف صوته ف. ممكن نركب حروف على بعض والكلام ده كله. طبعا انا قلت اديك هنت كده للحاجات دي لان انت عندك مشكله شويه في الحاجات دي. لو انتقلنا بعد كده على حاجات علشان ابقى يعني الدنيا مظبطه معايا جدا، لازم اتكلم، لازم اعرف وانا بترجم. لو انا ترجمت في الاول فاكر كلمه ماستر، ما قلتش ماستر معناها سيدي او سيد. ليه؟ لان انا استخدمت في حاجه اسمها ايه understanding the text through context، ان انا ما اقولش الكلمه، ما اشوفش الكلمه اروح قايل معناها كذا. لان عندي كلمه help، يلا ترجم لي help، يساعد ولا مساعده؟ طبعا الاثنين صح. visit يزور ولا زياره؟ الاثنين صح. الله، يبقى انا بترجم من خلال فهم الكلمه نوعها ايه، ونوعها يعني part of speech، جزء الكلمه، يا اما تبقى verb يا اما تبقى noun adjective adverb preposition etc وهكذا. وفي حاجات تانية كتير هنتكلم عنها. فعندنا مثلا لما بنتكلم عن، هناخد طبعا الفيرب النهارده او هذه المحاضره، تمام. مش هنتعمق في باقي الحاجات قوي بالنسبه للكلام ده. ليه يا مستر؟ لان طبيعه الانجليش ان الكلام بيبقى ليه اكتر من معنى.
فلو حضرتك دخلت على القاموس الانجليش اللي فوق هتلاقي كلمه مثلا كلب. كلمه ايه يا مستر؟ كلب. كلب يعني ايه؟ طبعا كلنا عارفين. ايوه يا مستر انا عارف، كلب يعني الداج. طبعا انت هتسمع داج هتقول لي ايه؟ بطه؟ لا حضرتك اسمه الداج، مش اسمها دوج. ماشي، ده حاجه. لو خدنا مثال لكلمه داج، ان احنا هناخد فيه امثله ليه حوالي اكتر من 16 معنى في الانجليش. از ناون كاسم. يا نهار ابيض، ده انا ما اعرفش الا حاجه واحده يا مستر، هو كلب. طب فين الباقي ده؟ تعال ناخدها واحده واحده. طبعا كلمه داج، لو قلت مثلا I can see a dog يبقى هنا كلمه dog معناها كلب، وده الحيوان المامل الثدي اللي احنا عارفينه. طب يا مستر لو كملنا يا مستر ان كلمه داج ليها معاني اخرى، خد يا سيدي. داج تنفع اسم uncountable لا يعد، وحضرتك عندك في الصين او في تايلاند والناس دي بيستخدموا لحمه الكلاب. صح يا مستر. فانت قاعد مع صاحبك التايلاندي بتقول له what did you eat for lunch؟ كلت ايه على الغداء يا صاحبي؟ هيروح قايل لك I ate dog، مش a dog، لان كلمه dog هنا معناها the meat of dog، يعني انا كلت لحم كلاب. وطبعا انت حضرتك عارف الكلمه العامه للحوم كلمه ميت، لكن في مثلا بيف، ايه ده، في تشيكن لحمه الفراخ وهكذا. فالكلمه هنا يبقى هنا كلمه داج معناها لحم الكلاب. صح. كلمه داج ممكن يبقى ليها معاني ثانيه. حضرتك بتركب العجله فيها جنزير، صح كده؟ كل حته فاصل في الجنزير، مش في فواصل كده، واي حاجه بتعمل تروس مع بعض. بس انا بديك مثال الجنزير اسمه داج، يعني كلب الجنزير. اسال بابا على الكلام ده او ماما، الناس اللي جديده شويه مش عارفه يعني ايه كلب جنزير. ده الجزء ده اسمه الداج. الله. بعد كده يا مستر ممكن حضرتك تروح تتقدم ل خطيبتك لما تكبر ان شاء الله، وتروح تقول بسم الله يا عمي. عمك هيقول لك ايه؟ يا ابني احنا بنشتري راجل. طبعا على زمنك لما تروح تيجي هتلاقي عمك بيطلب، قول له امر يا عم. اول ما نقول امر يا عمي هيقول لك يا ابني احنا عايزين 2 كيلو دهب. قول له نعم يا عمي. شيز ا دوج او شيز دوج. ما ينفعش طبعا اقول شيز ا دوج، لان دوج هنا يعتبر زي هقول لك المعنى دلوقتي. ايه ده يا مستر؟ هو انا اقول له دي بنتك كلبه على يعني ان انا كلب وراح اتقدم لواحده يعني؟ لا طبعا، ولا هي كلب ولا حضرتك كلب. انما ما اقول له شيز ا دوج، يا عم دي شبه عم عبده. امال لو حلوه شويه كنت قلت لي ايه؟ هات لنا ذهب. يبقى هنا كلمه دوج معناها ان اجلي جير، وده لغه شويه سلانج. يعني ايه سلانج؟ يعني ستريت سبيتش، يعني لغه شارع، لغه عاميه. فالله. طب يبقى هنا كلمه دوج اقول ان اجلي جير، يعني بنت مش جميله. طب يا مستر تعالى بقى نتكلم عن الشباب. واحد صاحبك علي صاحبك اشترى عربيه BMW اخر موديل، ربنا يفتح عليه وعلينا. رحت قايل له يا ابن اللعيبه يور لاكي دوج. يقول له صاحبي دوج على اساس ان انا بهوه له؟ لا حضرتك، هنا كلمه دوج برضو كلمه فيها عاميه شويه، ومعناها ان انت مان، يور لاكي مان، لاكي بوي. يا ابن اللعيبه ايه ده؟ يبقى احنا قلنا دوج ليها كذا معنى. يبقى واحد دوج الكلب نفسه، دوج لحمه الكلب الانكاونتبل لا تعد، دوج بتاع الجنزير بتاع العجله، دوج الست اللي مش جميله، دوج ودي لغه عاميه، صاحبي المان فاقول له لايك الدوج. وليها كذا معنى كتير. ينفع اقول ماي دوج از ديد، وتنفع يبقى لها معنيين. ممكن موبايلي باظ. ايه ده؟ دوج موبايل؟ انا ريسوح. وينفع طبعا ماي دوج از ديد يعني كلبي توفى الله يرحمه. فعندي الانجليش ده طبيعته ان الكلمه يبقى لها اكتر من معنى. لو اتكلمنا عن البارتس اوف سبيتش اجزاء الكلام، هنتكلم عن الفيرب والنون. هناخد الفيرب يا جماعه. طب يا مستر لو هنتكلم عن الفيرب هنا عندي هنتكلم في ايه يا مستر؟ احنا هنتكلم في مصايب يا جماعه، مصايب والله. فعندي لو هتكلم عن الفيرب، ماله يا مستر الفيرب؟ قال لي تعالى يا باشا نتكلم عن ان ازاي اتعامل مع الفيرب واسستم الدنيا. راح سألتك سؤال how many forms are there of the verb؟ في كم شكل للفعل؟ ودي مشكله كبيره يا جماعه. طبعا كله هيقول لي ده في 12 زمن، الماضي بسيط، مستقبل تام. لا يا باشا، انا بقول لك في كم شكل للفعل how many forms are there of the verb، يعني مش ازمنه. هتقول لي الله هو في اشكال؟
اشكال للفعل. ازاي يا مستر الكلام ده؟ طبعا اقول لك الفعل يا فندم ليه كام فورم؟ there are 5 forms of the verb. ولازم تبقى اي verb عارفه، لازم تبقى عارف الخمس فورمات دول. يا نهار ابيض. فاول حاجه حضرتك لازم تبقى عارف الانفينيتيف بتاع الفعل، ثم هتخش على البريزنت، ثم هتخش على الباست. والبريزنت والباست الوحيدين اللي ينفعوا يشتغلوا شكل فعل وزمن. هتخش لي على ايوه مستر، اسمه الفعل اللي واخد اي ان جي. طب اسمه ايه بالانجلش؟ هتقول لي هو ليه فعل اسمه جيرند. لا، لان جيرند ده احنا حصرناه في حته معينه. امال اسمه ايه يا مستر؟ اللي انت بتقول عليه حضرتك ده الفعل واخد ان جي، اسمه بالانجلش اسمه present. ايوه انا عارف present participle يا سيدي. لا، ده مش البي بي، اسمه present، اسمه past participle. لا يا باشا، اسمه present participle. يا نهار ابيض، present participle يعني ايه present participle؟ قال لي present participle معناها يا سيدي ان انا لما اضيف الفعل واخد ان جي، فمعناها البريزنت participle يعني تكوينه بيتكون ازاي؟ الانفينيتيف بلس اي ان جي. ودي خطيره جدا جدا جدا. حتى لما تلاقي حد انجلش بيشرح انجلش يعني، فيقول لك we can form the present continuous المضارع المستمر by using verb to be in the present or at present plus present participle. انت تقول له الراجل ده بيشرح غلط. ايه الكلام ده يا عم؟ ايه present participle معناها الفعل واخد ان جي. يا نهار ابيض. واخر اسطمبة عندنا حاجه اسمها past participle. ايوه عارفه، هو ده خلاص. الباست participle صح يا مستر، اللي هو البي بي. لو سالتك سؤال، ايه استخدامات الباست participle؟ تقول لي نعم، هو الباست participle ليه استخدامات؟ طبعا، بس خلينا نكمل. تعال ناخد مثال يا مستر. مثال طبعا عندنا هنلاقي بنتكلم عن verb to be. يلا يا باشا، الانفينيتيف بتاعه. طب تعال نبدا ببلاي. الانفينيتيف يبقى play. البريزنت لازم تعرف ان كل فاعل ليه شكلين في البريزنت، يا اما يبقى واخد اس فهيبقى plays مع السنجلر فيرب، يا اما يبقى play من غير اس وده مع اي والجمع، يعني اي وي ويو وذي. طب يا مستر لما نقول she plays، الفعل ده مفرد ولا جمع؟ تقول لي جمع. يا سيدي الفعل ما بيتجمعش، لكن الفعل لما الاقي فيه اس اعرف ان الفاعل بتاعه مفرد، فده اسمه فعل مفرد اصطلاحا يعني عشان تفهم. لكن احنا بنقول بلايز هنا الفعل ما يتجمعش. الباست من بلاي، يلا قول معايا، يبقى بلايد. البريزنت بارتيسيبل من بلايد. من يا مستر؟ بلايد. يلا يا باشا حط لها. طبعا انت تقول لي بلاينج، طب ليه ما نقولش بلايدنج ولا بلايزنج؟ طبعا احنا القاعده اهي انفينيتيف بلس اي ان جي. طب تعالى الباست بارتيسيبل بتاع بلايد بتاع بلاي هتبقى برضه هي بلايد، لان هو ريجولار فيرب يعني فعل منتظم. طب تعال ناخد فيرب تو بي يا مستر. يلا يا باشا امشي معايا. فيرب تو بي المضارع، يلا am is and are. ممتاز. اتصل am ابوستروفي ام، ودي اسمها ابوستروفي ام مش اسمها ابوستروف. ابوس ايدك، مفيش حاجه في الانجليزي اسمها ابوستروف، اسمها ابوستروفي. ولو عايز تتمدن شويه وتبقى انجليزي كده تروح قايل له ابوستروفي. يا سلام. والله يبقى am with were. في الباست عندنا يبقى was and were او was و were. طبعا عندنا في البريزنت بارتيسيبل حط الاس كده اي ان جي. يلا قول انت. هتقول لي isn't، هتقول لي اقول لك مصيبه. was wasn't am aming. لا طبعا القاعده بتقول لي infinitive بلس اي ان جي، يبقى احنا هنقول being. الله. ثم يا مستر الباست بارتيسيبل بتاع بي هتبقى been or been. يا سيدي ما تقعدش تفرق بين البريتش والامريكان، مش انت، مش دلوقتي. ليه يا مستر؟ انا كان عندنا في الكليه، واحنا في الكليه سالت واحد امريكي كان عندنا عشان يسهل عليا يعني، لان انت لسه بتبدا لسه. قلت له how to differentiate between، فلو سالته how to differentiate سالته انا قلت له please help me how to differentiate between American and British pronunciation. قال لي يا سيدي اتعلم نطق وخلاص، اي نطق. طبعا الوارد هنا عندنا في الانجليش الوارد ان هو الناس كلها رايحه للسهل اللي بيخطف بسرعه طبعا، لكن النيو هالو عندك هنا او المنهج المصري ده منهج بريتش،
فممكن اقول لك برضو فرق بسيط انت مش واخد بالك منه في البريتش والامريكان. ممكن نتكلم عن الاي ار. الاي ار يا باشا لما يكون اخر الكلمه مفيش حاجه اسمها بلاير ولا امريكان ولا انجلش ولا فيومي ولا بريتش ولا فيومي حتى. فمفيش حاجه اسمها تيتشر. لا، لو هتقولها امريكان هتبقى دلوع شويه عشان هم دلوعين شويه، فاقول تيتشر. طب اقولها بريتش هتبقى تيتشا. انا رابط معقوله؟ والله. برضه الاو ار نفس النقطه على فكره، ما بقولش فيزيتور لا بقول فيزيتا او فيزيتا. الله. طب كمان الاي ان جي فيها مصيبه كبيره اسمها بلاينج. ايوه دوس لي على الجي كده جامد. فيقول لك مستر طب ما انا قلت له شيز بلاينج فوتبول، انا مش هفهم. لا يا سيدي انت مش، هو مش هيبطئ لك. لو بتتكلم مع سائح ولا حاجه مش هيبطئ لك، هو انت لازم تسرع، فلازم تتدرب كتير. فما بقولش برضو بلاينج، انما بعملها زي الغنه كده في القران، فبقول بلاينج، فقول شيز بلاينج فوتبول. الله. ده حته بسيطه كده عشان ما تتفاجئش قوي يعني. اما مستر يبقى عندنا we have 5 forms of the verb to be قلناه. وهنتكلم عن verb to be كتير جدا بعد كده. هنستخدم فعل اخر verb to have، ويا جماعه دول اهم فعلين في الانجليش، verb to be و verb to have. وهنعرف دلوقتي verb to be verb to have. تعال نصرف verb to have طبعا في مع المضارع مع السنجلر subject هيبقى has طبعا، ومع I والجمع هيبقى have، وده شرح المضارع البسيط في التكوين. الباست بتاعه هيبقى had. ويا مستر عايزين نحط الهاد اي ان جي، يلا عرفت القاعده، يبقى هاف ومش هنحط الاي ونحط اي ان جي، لان احنا بنحذف الاي لما يكون في اي ان جي حرف المتحرك. طبعا التصريف الثالث هاد. هروح قايل لك في الجمله يلا يا سيدي ايه الفرق بين هاد وهاد؟ هتقول لي ايه ده؟ تصدق قال لي دي باست ودي باست بارتيسيبل. طب يا مستر انا هقارن ازاي ما بين الحاجات؟ هعرفك كل حاجه دلوقتي. اهم فعلين وده البلطجي بتاعنا verb to be. verb to be ليه؟ لو لاحظت الافعال في البريزنت هتلاقيها 2، واي فعل في الانجليش هتلاقيه فعلين في البريزنت، هتلاقي البلطجي كام؟ 3. الباست عندنا في الانجليش كل الافعال الباست بتاعها واحده، لكن الباست هنا 2 was were. وركز في الكلام ده صح يا مستر. طب يا مستر لو جينا نتكلم الله، يبقى احنا عندنا هنا يبقى there are 5 forms of the verb، 5 اشكال للفعل. علشان ابقى ماشي صح لازم اعرف اي فعل ليه 5 اشكال. حتى اي فعل سي يبقى سي سيز سي، هتبقى saw هتبقى seeing، ودي هتبقى seen. اي فعل لازم ابقى عارف ال5 اشكال، لان ده هيجمع لي الحاجات دي كلها. مستر انا عايز اتكلم بس النهارده عن البريزنت بارتيسيبل او في الحته دي والباست بارتيسيبل. ايه هي استخدامات اليوسج بتاع البريزنت بارتيسيبل او اليوس، وعايز استخدم اليوسج او اليوس بتاع الباست بارتيسيبل. ايه ده؟ طبعا حضرتك لو اتكلمنا عن الكلام ده هنروح عاملين كده اهو ونقول يا باشا يلا يا مستر احمد يا ثابت نعرف استخدام الاي ان جي. طب تعرف النهارده ان انا اعلمك تكون حوالي ال 12 زمن او 10 ازمنه من غير ما تحفظ؟ نعم. هاجي اقول لك يلا اديني مضارع مستمر present continuous، هتقول لي استنى انا جيت في الامتحان نسيته. لا حضرتك مهما تنسى. وعلى فكره الجرامر او الاستراكشر مش حفظ فقط، لكن لازم تعمل دماغ فيه. يا نهار ابيض، هتعلمني اكون 10 ازمنه دلوقتي ولا 8 ازمنه من غير ما اكون حافظهم؟ تعالى معايا. هنبدا يا سيدي بالاي ان جي اللي هو البريزنت بارتيسيبل، اللي هو مين يا مستر؟ البريزنت بارتيسيبل. يلا يا جماعه بريزنت بارتيسيبل يعني ايه؟ يلا يا دكاتره. قال لي معناها الفعل وهو واخد اي ان جي. صح يا مستر. يبقى هنا التكوين بيتكون ازاي؟ الانفينيتيف بلس اي ان جي. علامه الاي ان جي يا جماعه علامته الاستمرار. علامته ايه يا جماعه؟ الاستمرار. وبالتالي يا مستر لما اقول اي زمن مستمر لازم تلاقي الفعل المين فيرب الفعل الاساسي واخد اي ان جي. سجل المعلومه دي في ودانك وفي مخك وفي جيبك وفي كشكولك وفي اي حته في الدنيا. يبقى اي زمن continuous لازم تلاقي المين فيرب الفعل الرئيسي واخد اي ان جي. يا نهار ابيض في البريزنت بارتيسيبل. تعالى يا مستر. لا مش مصدق. تعالى يا باشا
يلا. طب يا مستر علشان الفعل ياخد اي ان جي في الازمنه محتاج قبله ايه؟ محتاج قبله يا مستر يبقى اي continuous tense لازم تلاقي فيه يا باشا الحاجتين دول verb to be plus ing. الفعل واخد ing، مصدر طبعا ب ing. يا نهار ابيض، لا مش مصدق. يلا يا باشا كون لي البريزنت كونتينيوس المضارع المستمر. يلا كون كده، يلا يا باشا. يلا مستمر يعني ايه؟ يعني الفعل واخد ing. ممتاز. طب يا مستر عشان الفعل، يلا سمع نعكس بقى، عشان الفعل يكون واخد اي ان جي في الزمن لازم قبله verb to be. طب احنا في زمن البريزنت المضارع، يلا حول verb to be للبريزنت am is or are. يا نهار ابيض، كونت المضارع مستمر. يلا كون الماضي المستمر. مستمر يعني يلا يا باشا اي ان جي. طب يلا انا عايز verb to be. طب احنا في ماضي مستمر past continuous. يلا يا باشا يبقى ده was or were plus ing. الله تصدق. طب اديك زمن، خد زمن انت ما شفتوش. اولى ثانوي، كابتن بتاع اولى ثانوي ما سمعتش عنه قبل كده، اللي دخل اولى ثانوي. مستقبل مستمر future continuous. يا نهار ابيض، ايه ده يا مستر انا ما سمعتش. خد يا باشا يلا future continuous. يلا مستمر يبقى اي ان جي. مستقبل يعني will. ناقص ايه يا وحش؟ يلا اتفضل قول. يا مستر الفعل ده واخد اي ان جي، يبقى لازمه ايه يا مستر؟ لازمه verb to be، لان علامه الاستمرار بي بلس اي ان جي. يبقى هنا يا مستر will صح، ناقص بقى verb to be هنا. طب ام ويز وار ولا واز وير؟ يلا قول انت. طبعا ولا ده ولا ده ولا ده، لان ده will موديل فيرب بيجي بعديه الفعل في المصدر. الله عرفت زمن اهو. يبقى احنا حفظنا ولا فهمنا؟ لا فهمنا. حفظنا حاجه واحده، اي استمرار محتاج بي والاي ان جي لحد الان، لحد مستواك كده. طب يا مستر الله ده الموضوع كبير قوي. طب تعالى يا مستر ناخد قصادها كده ببساطه جدا وما نجريش بعيد، نتكلم يا مستر عن الباست بارتيسيبل. ايه هي استخدامات البي بي يا جماعه؟ قال لي يا مستر البي بي ما اعرفش. ايوه يا باشا، انت تعرف انك ينفع تبدا الجمله بالبريزنت بارتيسيبل اي ان جي؟ تعرف انك ينفع تبدا الجمله بالبي بي التصريف الثالث، وهنتكلم فيهم بعدين. الله ازاي يا مستر؟ تعالى بس نشوف استخدامات. يبقى عندي اليوسج او اليوس بتاع البي بي، وبالمناسبه كلمه يوس ده استخدام، اما يوز يعني يستخدم. في فرق هنا الزا والسا. يلا يا باشا بيستخدم فين؟ قال لي اول ما اشوف البي بي ليه استخدامين. اول استخدام يا مستر ان هو ينفع اجيب قبله verb to be. الله يسامحك يا verb، تنطط لنا في اي حاجه. ايوه يا حبيبي، verb to be والبي بي بيديني حاجه اسمها passive، يعني مبني للمجهول. الله تاخد في ثالثه ثانوي ان انا ينفع اضيف حاجه غير الفيرب تو بي مبني مجهول، لكن احنا لحد الان احنا 100 انت بس تعرف ده. يبقى استخدامات الفيرب تو بي، البي بي سوري، قال لي هيجي قبله فيرب تو بي ثم البي بي، يبقى احنا في زمن مجهول. طب مين اللي بيحدد الزمن الفيرب تو بي؟ فلو قلنا ام وزوار والبي بي ده مضارع بسيط، البريزنت سمبل فيل باسيف مبني للمجهول. يا نهار ابيض. رقم 2 يا مستر استخدامات البي بي ان هو اي زمن بيرفكت. يعني بيرفكت يا مستر يعني تام، الزمن التام. ايوه صح انا حافظ، مضارع تام present perfect صح. ايه ده مضارع تام have وهاز والبي بي. شكرا يا سيدي. يبقى اي زمن تام بحط البي بي ومين ثم verb to have. طبعا اي فعل عايز اقوله بجيبه في المصدر، فبالتالي بضيف كلمه to، فينفع اقول verb to have verb to be verb to play، مش محتكره مع verb to be بس يعني. يبقى هنا have والبي بي ده يكون لي زمن تام. مين اللي بيتحكم في الزمن؟ اللي يعرفه منين؟ اعرف من البي بي؟ لا، اعرف من الهاف. طبعا مضارع have or has والباست هتبقى had وهكذا. لا مش مصدق. يبقى يا باشا اول حاجه هقول لي يا اما تام. طب يلا تعالى ناخد مثال. يلا مضارع تام present perfect. اتفضل يا سيدي. ايوه مضارع تام. ايوه مستر احمد قال لي تام يعني بي بي. طيب عشان الفعل يجي واخد بي بي قول انت يا بي يا هاف. طب يا مستر هنا ده مضارع تام معلوم صح، يبقى احنا يا مستر هنتكلم في هاف اور هاز. الله. طب يلا يا سيدي خد يلا ماضي تام. ايوه صح ماضي تام. يلا
يلا يا باشا اي حاجه اخرها تام لازم احط البي بي. شكرا. الماضي بتاع البي بي، طب البي بي هتكلم في البي ولا هاف؟ احنا بنتكلم في المعلوم، يبقى هاد وبلس البي بي. طبعا اختصار هاد ابوستروفي دي، وابوستروفي دي ليها استخدام تاني هنتكلم فيه بعدين. يبقى ده ماضي تام. صح يا مستر؟ نهار ابيض. طب ما تيجي نعمل لك ميكس ما بين الاثنين. طب لو قلنا يا مستر مضارع تام مستمر، طب تعال ناخد مستقبل تام قبل ما نتكلم، نحط الاستمرار مع البتاع. مستقبل تام، طبعا تام يعني بي بي، مستقبل يعني كلمة ويل. صح يا مستر. ها محتاج ايه هنا في النص؟ يلا يا باشا عشان الفعل ياخد بي بي محتاج يا بي يا هاف. بي ده يبقى مجهول، انا عايز معلوم يا سيدي، يبقى هنتكلم على هاف. طب هاف ولا هاز ولا هاد حسب الفاعل؟ لا حبيبي في ويل، يبقى انت عايز فعل في الانفينيتيف يبقى ويل هاف والبي بي. اديك الله مستقبل تام. صدق صح. يا نهار ابيض ايه ده يا مستر؟ الموضوع كبر. تعالى بقى يا باشا مضارع تام مستمر. الله الله الله. يلا دي على فكره حاول تكونها كده، وقف الفيديو وحاول تكون عشان تشوف انت بتعمل ايه. يلا يا مستر ادينا مضارع تام مستمر. تعالى يا باشا مستمر يعني فعل واخد اي ان جي. صح. مضارع تام، تام يعني ايه؟ يعني محتاج حاجتين، هاف والبي بي. طب ده مضارع هاف اور هاز. صح. يلا يا باشا. بدأنا هنا في صراع مع الاي ان جي، وصراع ان اي هاف يا جماعه او هاز لازم بعدها البي بي. الله الله، في قاعده جامده اهي كمان، اي فيرب تو هاف لازم معاه البي بي، يبقى لازم يتبعوا البي بي حتى لو في كلمه هافينج. الناس بتوع ثانيه وثالثه خدت قبل كده في الماضي التام ان ينفع ابدا بكلمه هافينج معناها بعد ويجي بعدها البي بي. الله الله، يبقى خدها قاعده ثابته وسجلها عندك وسجلها، اي فيرب تو هاف يجي بعديه البي بي. طب انت عايز هنا كده البي بي، طب اي فعل وخلاص؟ لا يا سيدي طبعا اللي كون صح شابوه ليه طبعا. قال لي صح اهو. طب انت عايز بس انت مربوط بهاز وهاف لازم بي بي، مربوط بالاي ان جي. يلا قول معايا اي ان جي في الافعال لازم قبلها فيرب تو بي يا ابن اللعيبه. يبقى انا عايز هنا بي. طب بي فين؟ بي في البي بي. ليه؟ عشان في هاف وهاز. يبقى احنا كونا هاف اور هاز بين والاي ان جي، فاقول اي هاف بين بلاينج فوتبول. يا نهار ابيض. دي بس يا جماعه استخدام المستمر والتام، وركز قوي. الله، ده الموضوع كبير يا مستر احمد، ده الموضوع كبير قوي.